في مرحلة ووقت معين كده في حياة أي شخص الدنيا فيه بتهدى شوية أو شويتين، يعني الناس بتنشغل، المكالمات بتقل، الخروجات بتختفي، وبيفضل الشخص لوحده. الإحساس ده في الأول بيبقى تقيل، صعب ومربك وموجع أحيانا، لأن إحنا ما بنكونش متعودين إن إحنا نكون في الفراغ ده، مش متعودين إن إحنا نكون بدون مشتتات خارجية وبدون زحمة وحاجة بتتعمل طول الوقت. إحنا بنحس ساعتها إن إحنا بننسحب من الحياة بشكل مفاجئ، لكن الحقيقة اللي قليل قوي بيفهمها هي إن المرحلة دي مش نهاية، ولكنها بداية مرحلة جديدة. كل شخص عظيم مر بفترة عزلة، فترة اختفى فيها عن العالم، مش لأنه ضعيف ولكن لأنه كان بيعاد تشكيله من جوه، بيعاد بناء هويته وعقله. لا، العزلة مش عقاب، العزلة هي معمل بيتبني فيه العقل والهوية الجديدة. أول حاجة بتحصل في العزلة هي إن الضوضاء اللي حواليك بتسكت، ما بيكونش فيه آراء ولا مقارنات، ومفيش حد بيقولك تبقى إيه أو تعمل إيه. وفجأة صوتك الداخلي بيعلى وبتبدأ تسمعه بشكل أوضح، وده ممكن يكون خطر، لأن ده أخطر صوت أنت ممكن تسمعه فعلا، لأنك لأول مرة هتكون مضطر إنك تواجه نفسك بجد. في العزلة هتشوف حاجات كنت بتحاول تهرب منها طول الوقت، خوفك، ضعفك، تسويفك، والأعذار اللي كنت بتقولها لنفسك وبتصدقها. مفيش حد هيلطف الصورة، ومفيش حد هيطبطب عليك. انت بتكون قدام نفسك وعاري تماما من اي تبرير، وده بيكون مؤلم جدا، وعلشان كده اغلب الناس بتحاول تهرب منه. وخليني اوضح لك ان في فرق كبير جدا بين الوحدة والعزلة، لان في ناس بتخلط ما بينهم. الوحدة هي انك تحس انك ناقص حد يكملك، لكن العزلة هي انك تبني نفسك لحد ما تكون مكتمل بوجودك لوحدك. الوحدة ضعف، ولكن العزلة هي اختيار للقوة. انت ممكن تكون في عزلة لكن مش حاسس بالوحدة لانك بترافق نفسك. القوة دي اللي بتيجي من العزلة لازم يدفع قصادها تمن، والتمن احيانا بيكون هو الألم. العزلة بتعلمك بشكل عام انك تعتمد على نفسك، بتخليك تاخد قراراتك لوحدك وتتحمل نتيجة اختياراتك. بتقعد مع افكارك من غير ما تفتح موبايل كل 5 دقايق تهرب فيه من تفكيرك ومن الصوت الداخلي اللي بيطلع من جواك. في العزلة ادمان التشتيت بيموت، وفي نفس الوقت تركيزك بيزيد. كل مرة بتقعد فيها لوحدك بدل ما تجري على دوشة أو مشتتات، أنت بتبني ثبات. وكل مرة بترفض إنك ترجع لناس كانت بترجعك لورا، أنت بتبني حدود صحية. كل مرة بتختار إنك تطور نفسك في هدوء وبعيدا عن الدوشة، أنت بتبني قيمة. العزلة مش إنك تبقى بعيد عن الناس، العزلة هي إنك تبقى قريب من نفسك حتى لو كنت وسط الناس. وأخطر حاجة بتحصل في العزلة هي إنك بتكتشف إنك كنت أقوى مما كنت فاكر، أقوى من النسخة اللي أنت اتعودت عليها، وأقوى من الروتين اللي أنت فرضته على نفسك في كل الوقت اللي فات ده. بتكتشف إنك مش محتاج إن حد يسقف لك، ولا محتاج إنك تحصل على قبول من الآخرين، ولا حد إن يقولك إنك كويس أو إنك هتعمل حاجة أو هتوصل لحاجة. لأنك لما بتعدي بالفترة دي بتخرج بنسخة أهدى نوعا ما، ولكن ثابتة وأقوى. نسخة مش بتتهز بسهولة، هي نسخة مش محتاجة تثبت حاجة لحد، نسخة عندها رؤية وهدف وماشية وملتزمة بالخطة اللي هي بتحطها عشان نفسك، مش علشان الآخرين، مش علشان الانتباه اللي بتحصل عليه من الآخرين، مش علشان الفاليديشن والقيمة اللي بتحصل عليها من رأي الآخرين فيك. الراجل أو الشخص اللي عمره ما قعد لوحده بيفضل طول عمره معتمد على وجود حد حواليه علشان يحس بقيمته. لكن الراجل اللي تشكل وبنى هويته وعقليته في العزلة، لما بيدخل أي مكان مهما كانت المشتتات بيفضل ثابت زي ما هو، ما بيطلبش أو بيجري ورا انتباهه، مش بيخاف من الصمت أو إنه يكون لوحده، لأن هو بالفعل اتعود إن هو يكون لوحده. العزلة مش لازم تكون شهور أو سنين، هي ممكن تكون ساعة واحدة في اليوم، ساعة واحدة بتبعد فيها عن أي مشتتات وبتقفل فيها كل حاجة، وبتقعد مع نفسك تراجع يومك، تواجه ضعفك، وتحط خطة بسيطة لبكرة، للمهام اللي مفروض تنجزها والخطة اللي مفروض تمشي عليها علشان توصل وتكتمل فيك كل جوانب الهوية الجديدة. اللحظات الصغيرة ديت مش بسيطة، اللحظات الصغيرة دي هي اللي بتبني عقل صعب ان حد يكسره مهما كانت الظروف اللي هتحصل. دلوقتي انا عايزك تسأل نفسك، هل انت بتهرب من العزلة ولا مستعد انك تستخدمها لصالحك؟
في صوت جواك هيقولك انك لازم ترجع للدوشة علشان ما تحسش بالألم، بالوحدة، ب... بالضياع، بانك ضيعت على نفسك حاجات كتير. لكن في صوت تاني هيقولك انك محتاج انك تقعد لوحدك وتستحمل الألم ده علشان تشكل هويتك الجديدة اللي هتوصلك وتقربك لأهدافك. والسؤال هنا مش هل العزلة مؤلمة ولا لأ، مش هي دي الفكرة يعني. السؤال الحقيقي هل انت مستعد تدفع تمن النسخة الأقوى منك؟ لأن النسخة دي مش هتتولد وسط الدوشة وسط المشتتات، مستحيل. النسخة الأقوى منك هتتولد في الصمت وفي مواجهة نفسك بنفسك ولنفسك. لو عرفت تجاوب على السؤال ده صدقني انت على الطريق الصحيح.